سواق تاكسي بيعتدي على واحدة علشان خاطر 20 جنيه زيادة في الأجرة. تعال أقول لك إيه اللي حصل. هبة وصفي صورت الواقعة ديت من خلال كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان، وكتبت بوست على الصفحة بتاعتها بتقول إن هي كانت راكبة تاكسي واتفقت مع سواق التاكسي دوت على الأجرة من بورسعيد لبور فؤاد مكان بيتها من 60 ل 80 جنيه. اتفاجئ بسواق التاكسي لما وصلت البيت ان هو اعتدى عليها وعايز ياخد منها 100 جنيه، وبالفعل شد 100 جنيه من ايديها وقال لها لا هي الاجره 100 جنيه، مع انهم اتفقوا على من 60 ل 80 جنيه. مش كده وبس، كمان ده السواق دوت بعد ما اعتدى عليها خطف منها الشنطة بتاعتها، شدها يعني كده، والشنطة دي كانت فيها 10,000 جنيه وفيها ايفون وايباد وورق مهم يخص هبة وصفي. مش كده وبس، كمان السواق ده برضو بعد الواقعة ما تمت راح اعتدى عليها وهي داخلة الاسانسير، وراح شدها من الشنطة مرة تانية وقطعها لها. هبة وصفي قالت في البوست بتاعها ان هي قدرت تاخد الشنطة منه، لكن طبعا راحت عملت محضر في الاسم وجاري التحريات في الواقعة ديت علشان يقبضوا على السواق وياخد جزاؤه اللازم. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم من اللي بيحصل من سواقين التكوسة وحتى من سواقين اوبرات وان درايفر والحاجات دي، بس مش عايزين نضمهم في الموضوع. قولوا لي وجهة نظركم من اللي بيحصل تحديدا من سواقين التكوسة في كومنتات.